هاي تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شريتنا هو اليوم راهو بما يخص معناها توا المؤامرة ولا الشيء اللي قاعد صاير توا يمثلوا علينا مجرمين مازالوا كافال، مجرمين نابة وسرقة معناها قاتلة الشعب التونسي مازالوا كافال ويترقوا فيهم تحطوا في البلايص. ما عيب عليك يا حكومة، قول لنا شما، اخرج لنا اخويا يتكلموا شما بالضبط. توا شنو حكومة مكبلة تستطيع فعل شيء، حكومة محصورة من رموز الفساد وعلى رأسها مرشد عمار والديمسي ونبيل عبيد وغيرهم من خدام النظام السابق. هل يعقل هذا بلايص في الحبس؟ علاش اخويا علاش علاش الشعب راهو قاعد معناها الشعب معناها قاعد يسخن ومش يفيض عليكم راهو، مش يجي عليكم راهو، شي يعمل العار راهو احنا انتخبناكم واعطيناكم الثقة، ما تخونوش الأمانة، ما تخونوش الأمانة. توا ظهرتوا بالكاشف معناها حطيتوا يديكم على الشواطن وهذا شيء يعمل العار راهو. يجب الإصلاح السياسي الحقيقي، الإصلاح الغير حقيقي الذي نراه شيئا والذي نتمناه شيئا آخر، ولا يجدوا جهة رسمية تعمل الإصلاح، واحنا نطلب الحكومة أن تسرع وأن تبذل قصارى جهدها وما في وسعها وما تدخل حتى شيء بما يعود على مصلحة تونس ومصلحة الشعب التونسي العظيم الذي انتفض من أجل هذه الثورة. هذه وجهة نظري، هذه القراءة السياسية التي تحدث في تونس. في موضوع الإصلاح في الحقيقة ما يحدث هو لغو سياسي وعبارة على أقوال بدون أفعال. صحيح نسمع عن المزيد من إصلاح، لكن انتم ما حسبتوا حد يا خويا، ما حسبتوا حد. الرموز مازالت في بلايصها، مازالت معناها لي كورومبي، مازالت المجرمين اون كافال، وهذا شيء لا يطاق. نحبوا احنا الإصلاح، نحبوا احنا إرادة سياسية للإصلاح، والإصلاح يحتاج إلى 3 محاور رئيسية يا حكومة. ونمشيو للمحور الأول، النقطة الأولى أن يكون هنالك فكر ينبثق عنه برنامج يكون فيه فكر وطني له علاقة بمصلحة الوطن وله علاقة بتفجر الوطني وله علاقة بإرادة الشعب، الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وفي فكر وفي عقيدة سياسية يجب أن تقوم عليها الدولة، ويجب أن يقوم الوطن على عقيدة سياسية، ومع الأسف هذا مش موجود في تونس، مش موجود يا حكومة. النقطة الثانية، المحور الثاني، الدولة تحتاج إلى تنظيم وطني. الدولة لا تسمح بأي تنظيم وطني. أنا لا أقول تنظيم حزبي ولا أقول تنظيم إخواني، أنا أقول تنظيم وطني. وأكبر دلالة على ذلك أن ما فماش أحزاب شريفة تنظر في مصلحة الوطن. هذه الأحزاب الخاسرة في الانتخابات، الأحزاب كما نقولوا 0 مدت يدها لبقايا النظام وتحالفت ضد مصلحة الوطن. مع الأسف هذا هم تلموا معناها قوى الردة وعملوا حلف مع علام العار ورؤوس الأموال الفاسدة، أحزاب هذه اللي خسرت في الانتخابات، وهم كل تحالفوا معنا ضد الشرعية وضد الشعب، زادها ضد مصلحة الشعب، وهذا خطر. تحالفوا ضد مصلحة تونس، كيفاش تحب نعطيهم الثقة احنا وننتخبوهم؟ هذا فإذا نقول أني لا يوجد أحزاب معارضة شريفة، أقول بدرجة متكافئة مع الحكومة أو الأحزاب الأخرى. النقطة الثالثة، نحن نحتاج إلى إرادة سياسية تعني إرادة الحكومة. هل الحكومة عندها إرادة سياسية للإصلاح؟ أقولها بصراحة لا. تو عندها أكثر من 6 شهور ما صرحت شيء. رموز الفساد نتاع النظام البائد مازال موجود، رموز الفساد نتاع في الداخلية مازالت قائمة، رموز الفساد نتاع وزارة الاقتصاد مازالت قائمة، القضاء مازال فاسد، مازالت الرشوة، مازال معناها المجرمين اون كافال. كيفاش تحبوا تو احنا نسكتوا لكم؟ احنا معناها انتخبناكم وعطيناكم شرعية وقفنا معاكم ودفعناكم، لكن انتم مش قاعدين تقدموا بتونس. تو معناها مشكلة كبيرة ياسر، ولهذا معناها اخر فرصة نتاعكم نقولوها لكم. انا اتكلم باسمي وباسم جبهة الحرار. اخويا تحملوا مسؤوليتكم، شمروا على يديكم، ما عادش وقت. توا لازموا توا تقضيوا على بؤر الفساد، على رموز الفساد ومعروفين، وقلنا عليهم بالاسم ومعروفين معناها شكونهم معناها، ويتعدوا على القضاء. وقص الروس تنشف العروق، ومعروفين معناها توا فالسناو.
كان كنتم صادقين مع الثورة ومع الشعب التونسي. وهذا آخر كلامنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.